السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم وزد وبارك عليك يا حبيبي يا رسول الله. طبعا فيديو جديد من نوعه، حطوا اللايك واشتركوا في القناة. اللي أول مرة يدخل على القناة دي يشترك ويحط اللايك، بالله عليكم اكتبوا كومنت حلو كده من قلبكم. جزاكم الله كل خير. كل من دخل قناتي وسمعني كلمة حلوة أو وقف جنبي وعمل لي لايك كتر ألف خير. القناة دي طبعًا يا جماعة أنا مش عاملاها عشان عاجبني شكلي وطالعة يعني عايزة أخلّي الناس تشوفني، لأ والله، أنا عاملاها عشان هي مصدر رزق يا جماعة. فطبعًا أنا حابة بجد يعني إن أنتم تشوفوا المحتوى وتشوفوني أنا باجدد قد إيه، وباحاول على قد ما أقدر إن أنا أطوّر من المحتوى، والله العظيم باطوّر فيه. يعني مش عايزاكم تملّوا، مش عايزاكم تحسّوا إن الفيديوهات شبه بعضيها، إن الفيديوهات شبه بعضيها. طبعًا اللي أول مرّة يشوف زوجي يا جماعة أبو أحمد، ده زوجي أبو أحمد، طبعًا شفتوه في فيديو الحصّالة. طبعًا وأبويا، أبويا يا جماعة جه يعني جه يوم الجمعة اللي هي ختام سنة 22. والله العظيم قعد يدعي لنا شوية أدعية، والله ربنا يتقبّل منّه يا رب، ربنا يتقبّل منّه. فالمهم كان عندي أنا المَرّة اللي فاتت كنت عاملة فطير برضه، فقال لي: "الفطير بتاعِك كان حلو أوي يا شوشو، يعني مش قادر أنسى حلاوته وجماله." قُلت له: "هاعمل لك تاني يا بابا." بس كده. المهم قُمت رايحة بقى إيه عاملة لِك يعني عاملة لكم فطيرتين كده من كيلو وربع دقيق، كيلو وربع دقيق. عملت فطيرتين حلوين والله بجد. ما شاء الله. وطبعًا خدت معايا بقى حاجة الشاي كده، وخدت معايا الكاتل بتاعي، وطلعنا فوق على السطح، وقُلنا إن إحنا إيه، نقضّي يومنا كده على السطح وناخد فيتامين د، اللي هو الشمس يعني فيتامين د. إن أنا يعني مفتقدة إن أنا أطلع أقعد في الشمس. آه والله بجد يعني شُفتوا سطحنا عليه شمس جميلة جدًا. وبيتنا متعرّض للشمس على فكرة صيف وشتا. بس المشكلة إن أنا ما عنديش يعني وقت إن أنا أطلع أقعد فوق وكده، يعني وقتي والله العظيم على قدّي وعلى قد شغلي وعلى قد القناتين بتوعي يا جماعة والله بجد يعني. ادعوا لي بالله عليكم، ادعوا لي ربنا يوفقني بجد على قد التعب اللي أنا باتعبه. نفسي ربنا يوفقني وربنا يصلح حالي وقناتي تكبر إن شاء الله، وسنة 23 دي تدخل علينا كده بالهنا والسعد والفرحة، وما يدخّلش لحد حاجة وحشة يا رب ولا مرض ولا أي حاجة. اللهم آمين يا رب العالمين. بالله عليكم ادعوا لأمي. بالله عليكم دعواتكم لأمي. طبعًا إحنا هنا قاعدين ما إحناش شايفين، لإن الشمس ضاربة في التليفون، فمخلّيانا ما إحناش شايفين. إحنا ما إحناش شايفين إحنا باينين والّا مش باينين. هو يروح عند التليفون ما يشوفش حاجة، أنا كمان مش شايفة حاجة، إن الشمس يا جماعة بتخلّيكِ ما أنتيش عارفة تشوفي أي حاجة، وبتبقى ضاربة في التليفون كمان. ده طبعًا كنا قاعدين النهارده عملنا الفطار طبعًا ده أول مرّة، أول مرّة هتشوفونا وإحنا قاعدين بناكل. بابا بيقول لي: "الفطير سخن." أيوه طبعًا من الفطير السخن، ما هو طالع من الفرن يعني على طول حصري قدّامك على الطبلية. فالمهم إحنا قعدنا بقى كنا أول مرّة قدّامكم، بُصّوا بابا عمّال بيدعي إزاي، والله بابا قعد يدعي والله، إن يجعلها تبقى سَنة سعيدة يا رب، وكان فرحان جدًا بإمام الجامع بتاعنا يا جماعة، جامع القرد بشبين الكوم الشيخ أيمن. تحية كبيرة باوجّهها للشيخ أيمن من خلال قناة. بجد يعني أنا باحكي للناس على اليوتيوب باقول لهم آآ رمضان الشيخ أيمن، رجب الشيخ أيمن، شعبان الشيخ أيمن. دايمًا بيفكّرنا بكل حاجة، دايمًا بيقول خُطب طول السنة. نبقى في عز البرد وهو والله العظيم في الجامع بعد صلاة العشا قاعد بيقول خطبة والخطبة مسمّعانا. يعني مش عايزة أقول لكم تحسّوا إن الدنيا لسه بخير. صلاة العصر بعد صلاة العصر في شهر رمضان تبُص تلاقيه عامل خطبة تيجي لها حوالي من نُص ساعة لساعة إلا ربع، خطبة والله العظيم. طبعًا أنتِ قاعدة بقى بتجهّزي بقى في أكلِك من بعد العصر عشان الفطار وكده، أبقى سامعاه. بُص باحس كده عامل بهجة وعامل روح، راجل محترم. راجل بصراحة بسم الله ما شاء الله عليه، يعني ربنا يزيده من علمه. الشيخ أيمن ربنا يزيدك من علمك كمان وكمان. طبعًا بابا دلوقتي إحنا كلنا خلاص أهو، وطبعًا الفطيرة التانية والحاجة بنغطّيها عشان برضه لو في دبّان أو في أي حاجة يبقى العسل والجبنة والحاجات دي كلها متغطية. بُصّوا، أبويا كان عمّال بيتكلّم، بس إحنا فاجئنا إن كان في حد رخم جنبنا ما تعرفوش بيعمل بالشنيور برضه، فكان الصوت ملغوش علينا، الصوت كان ملغوش علينا. بحُكم إن إحنا في الشارع طبعًا كُلّنا بيوتنا بتبقى برضه لازقة جنب بعض وإن إحنا جنب بعض، وصوت العربيات، كان صوت العربيات جميل يعني بصراحة. تحس إن إحنا مش يوم الجمعة، المفروض يوم الجمعة ده يبقى هدوء، لأ صوت العربيات والكلاكسات بتاعة العربيات بقى إكمن بقى إحنا على السطح. ما فيش بقى لا باب ولا شباك ولا أي حاجة، فتلاقي الصوت إيه، جاي معانا ما شاء الله.
فأنا كنت قاعدة باتكلم معاكم أنا وأبويا والله كان نفسي تسمعوا الكلام، بس معلش حقكم عليّا بجد يعني لقيت إن مش هنعرف يعني مش هتعرفوا تسمعونا، مش هتعرفوا تسمعونا. المهم يا جماعة، سنة 22 راحت بحلوها وبمرّها، سنة 23 يا رب ادّينا حلوها وحُش عننا مرّها يا رب. يا رب اكفنا شر أي حاجة وحشة، يا رب استر عروض الولاية يا رب، يا رب استر عروض الولاية يا رب، يا رب استر عروض الولاية يا رب، يا رب استرها معانا دنيا وآخرة يا رب، يا رب استرنا في الدنيا وفي الآخرة يا رب، يا رب عِنّا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك يا رب، اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا، يا رب ارزق كل مشتاقة بالذرية الصالحة، يا رب ارزق كل مشتاق بالذرية الصالحة، ارزق كل بنوتة نفسها تتجوز بالزوج الصالح، اللهم آمين يا رب العالمين، يا رب ارزق كل بنوتة بالزوج الصالح، اللهم آمين يا رب العالمين. والله من قلبي كل الدعوات الحلوة دي، شيرين ادعي لنا بفك كربنا، يا رب يفك كربكم ويزيل همكم ويسد ديونكم ويشفيكم ويشفينا ويعافيكم ويعافينا ويجعل السنة الجديدة ده اهي أنا أول ناس أطلع أقول لكم إيه يا جماعة الحمد لله أمي ربنا شفاها وبقت تتكلم وبقت حلوة وهتروح شغلها وأقول لكم يا جماعة أنا والله كل الأيام عدت عليا ألم شهر 12 ده اهو شهر 12 ربنا عوضني فيه في شهر واحد خير. أنا والله نفسي بجد أطلع بفيديو أقول لكم بجد يعني ربنا عوّضني، لإن أنا عارفة إن ربنا ما ضيّقها إلا أمّا فرجها، ربنا ما ضيّقها علينا إلا أمّا فرجها، وفرج ربنا هييجي حتى لو والله لو بعد إيه، هييجي، هييجي. المهم لو كان الفيديو بتاعنا النهارده عجبكم وقعدتنا الجميلة الحلوة دي على السطح عجبتكم، قولي لي يا شيري اعملي لنا فيديوهات من دي كتير. يا شيري اعملي لنا فيديوهات من دي كتير وانا والله هطلع اشوف بقى احنا هنعمل ايه على السطح يعني حتى قعدة الشمس عجبتني كده انا حاسه ان انا نزلت حاسه ان مفيش رطوبه في جسمي والله يعني انا حاسه ان الشمس على قد ما كانت مخليني مش عارفه اشوف خالص لان انا ضاربه في وشي وفي عينيا بس على قد ما انا حاسه ان انا استفدت ان انا طلعت كل الرطوبه اللي في جسمي دول بقى كوبايتين شاي يستاهلوا بقكم طبعا بعد الفطير الجميل اللي احنا كلناه والعسل والجبنه والله كان يوم زي العسل والله كان يوم زي العسل ربنا يخلّي أبويا يا رب ويدّي له الصحة وطولة العمر ويخلّي أمي ويشفيها، اللهم آمين يا رب، ويخلّي لنا أخواتنا عشان والله بجد يعني أنا من غير عيلتي ولا أي حاجة، طبعًا أبو أحمد طبعًا هو سندي في الدنيا يا جماعة، أنا أتمنى إن كل الناس تشجّعنا، شجّعونا بالله عليكم، شجّعونا وشجّعوا أبو أحمد بالذات، عشان أبو أحمد بيتكسف جدًا وبيتحرج جدًا، فلمّا يلاقي كومنتاتكم بتحفّزه وكومنتاتكم حلوة، هو اللي نَفْسه هيقول لي يالّا يا شيرين صوّر علشان خاطر نطلع للناس بأحسن صورة. هنا كان التليفون وقع يا جماعة وعشان كده عمل الحاجات دي،